سماعتك في ودنك وركز معايا في كل حاجة هقولها علشان اللي جاي مش متوقع تماما. ازيكم يا حكواتية، عاملين ايه؟ انا حكواتي اخر الليل، ويلا بينا عشان نكمل العهد مع ابليس ونكمل القصة ونشوف مصير سامح كان ايه. اخر حاجة سامح حكاها لي ان هو رفض انه يقتل الشخص اللي قال له عليه. سامح بعد كده بيقول لي الحاجات اللي حصلت غريبة بعد ما انا رفضت، زي مثلا ان النار كانت بتعلى وتوطى في المطبخ لوحدها، ولما كنت بخش في المطبخ علشان اشوف في ايه ما كنتش بلاقي حاجه، بس كنت اول لما ادي ظهري على طول بحس ان في صعد طالع من المطبخ، النار بتسكى في كل حاجه. اول لما ابص ما الاقيش اي حاجه. ده اللي كان مجنني. عارف حاجات كتير بتحصل ما تخطرش على بال اي واحد، ولو حصلت له هيموت. زي مثلا لما تكون في الحمام وتيجي تغسل وشك وتبص لنفسك في المرايه ما تلاقيش نفسك، تلاقي حد تاني. تغمض تفتح عينيك ما تلاقيش الحد ده وتلاقي نفسك، ولو ركزت وبصيت في عينيك في المراية هتلاقيه ان هو اللي قاعد في العين. ده مش عينك، ده عينه هو. قال لي بعد كده يا حكواتي انا اتوترت معرفتش اعمل اي حاجة، ما حسيتش بنفسي غير وانا بتصل بابن عمي من البلد وبقول له ان انا محتاجك. انا ليا قرايب في البلد انتوا ما تعرفوش عنهم حاجة، بس ما علينا. رحت، ولما رحت وكلمته وقلت له اللي حصل معايا من اول ما قابلته في الشارع صدفة لحد اللي انا فيه دلوقتي، قال لي لا، انت كده اللي محتاجه هو الشيخ خالد. الشيخ خالد هو اللي هيقدر يحل لك كل المشاكل اللي عندك دي. قلت له الموضوع مش بالبساطه اللي انت فاكرها دي، الموضوع اكبر من كده بكتير. انا لغايه دلوقتي ما قلتلوش ان انا اللي مضيت العهد او عملت العهد مع مين. قال لي لا ما تخافش، الشيخ خالد ده في ايده يحل لك كل حاجه. هو الصراحه انا مش عارفين ده واحد تقوى بتاع ربنا ولا مخاوف، بس المهم ان هو هيحل لك مشكلتك دي وهيخلصك من اللي انت فيه ايا كان هو ايه. قلت نجرب مش هنخسر حاجة لأن عارف اللي فيها. رحت، وأول لما شافني مش زي الدجالين المشعوذين اللي بنشوفهم، مفيش بخور مفيش جماجم مفيش أي حاجة من الحاجات دي، بس اللي لفت نظري إن في كتب قديمة قوي موجودة عنده وحاططها في صندوق في ركن من أركان الحيطة. هتقول لي طب اتعرفت من فين إن في كتب موجودة في الصندوق ده؟ هقول له لما حكيت له المشكلة وقلت له اللي حصل، بس لغاية دلوقتي ما حكيتش وقلت إن أنا عملت عهد، أنا بحكي الظواهر اللي بتحصل معايا. طلع كتاب من الصندوق اللي هناك وقعد يقرا فيه يقرا فيه يقرا فيه. قال لي المشكلة اللي عندك مش مشكلة ظواهر أو حاجات بتحصل معاك وخلاص، لا، ده في حاجة أبعد من كده وأنت مش عايز تحكيها. كل الظواهر اللي أنت بتقول عليها دي لما بتيجي تطلع لحد أكيد عمل حاجة من ثلاثة: يا نبش في قبر، يا عمل عهد، يا أذى حد منهم وهو مش واخد باله. قال لي ملهمش رابع، اختار وقول لي انت عملت ايه من التلاتة دول. ابن عمي بص لي قال لي ما تقول، ما تقول حصل ايه. قلت له انا عملت عهد. قال لي ومين اللي طلب، انت اللي رحت وسعيت بنفسك ولا هو اللي جالك؟ قلت له هو اللي جالي. قال لي تعرف اسمه او تعرف كنيته او رتبته في العالم السفلي تحت؟ قلت له ما هو الغريب ان اللي عمل معايا العهد هو الكبير. بصلي كده باستغراب وقال لي ما تقولش ابليس؟ هو يعني انت سبت جن الارض كله وما لقيتش غيره هو؟ انا اتصدمت لما قال لي انه الموضوع هيبقى صعب جدا. قال لي احنا هنحاول. سالته كده سؤال، قلت له هو انت شيخ ولا ساحر؟ قال لي ما تاخذنيش، الكتاب اللي معاك ده انا عارفه وعارف انت بتعمل بيه ايه. قال لي هو انا مش شيخ ومش ساحر، وما تفهمنيش غلط، الحاجات اللي انت بتقول عليها دي ولا موجوده في قرآن ولا موجوده في احاديث، فطبيعي ان يكون معايا كتاب زي ده عشان لما تحصل حاله زي حالتك ابص واعرف احنا في انهي نصيبه واعرف اتعامل معاها ازاي. قلت له يعني انت مالكش خدام كده خدام كده؟ اصل انا قديم في المجال وعارف كل الحاجات دي.
قال لي لا، ماليش في الحاجات دي، خلي بالك احنا داخلين على نصيبة. قال ثانية واحدة كده، انا محتاج اقرا وابص في الكتاب تاني. قعد يبص ويقرا في الكتاب، كل مرة وشه كان بيبقى مزبهل اكتر، وفي علامات خوف بتظهر على وشه اكتر. الخوف اللي على وشه ده وصل لي انا شخصيا، من كتر ما هو عمال يبقى خايف ومتلجلج وبيتهته في الكلام، وتحس ان في نصيبة هو بيقراها او نصيبة انا عملتها وانا مش واخد بالي. قال لي بص، اللي احنا داخلين عليه ده حاجة من الاتنين، يا تتصالحوا والقعد يتفسخ، يا انت تموت واللي حواليك وحاولوا يساعدوك يتأذوا. احنا هنعمل اللي علينا وهنعمل المصالحة، لان ما قدمناش حل غيرها. سألته يعني ايه مصالحة؟ قال لي ما بين اي عقد، ما بين اي اتنين انس وجن، جن وجن، انس وانس، يبقى في قابلية ان العهد او القانون او الناقوس ده يتكسر. فعشان تكسره لازم تراضي الطرف التاني بحاجة تبان عنده ان هي كبيرة، حاجة مهمة. ايه هي؟ احنا ما نعرفش، هو اللي هيقول لنا عليها. قال لي انا هساعدك، وهساعدك علشان خاطر ربنا، مش عشان خاطر اي حاجة. انا مش ساحر زي ما انت فاهم او دجال زي ما انت فاكر، بس عايزك توعدني وعد. انا لو حصل لي حاجة، وهو قدام ابن عمك اهو، لو حصل لي حاجة تخلي بالكم من العيال اللي داخلين عليه مش سهل. عيالي امانة في رجبيكم انتوا الاتنين. انا قلنا له حاضر. قال لي انا عايزك تاجي النهارده لوحدك في المقابر الاول البلد الساعة 3 قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة. قلت له حاضر. ابن عمي وصلني لغاية المقابر وكده، قلت له لف وارجع، وخليك دايما على اتصال بيا، يعني لما رن عليك تعرف ان في حاجة وتكون موجود عندي. قال لي ماشي. رحنا وقعدنا، لقيت ان الشيخ خالد جاي ومعاه نوع من انواع البخور. بس ثانية واحدة كده، بس انت عارف الجو كان عامل ازاي هناك؟ صوت صامون، اعلى حاجة فيها النفس اللي خارج بيني وبينه. عارف الصمت اللي يرعب؟ السكوت بتاع الموت. الريح اللي بيعدي جنب ودنك بيعمل زي صفارة. رهبة. جسمي كله كان ما أشعر من أول لما دخلت ولقيت الشيخ خالد بيقول لي سلم سلم، ما تتكسفش، احنا مسيرنا هنبقى زيهم كده. قلت السلام عليكم أهل هذه الديار، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون. أول لما لقيته كده محضر بخور ريحته عجيبة، الريحة بتاعته تحسها ريحة البخور مش متعودين إن احنا نشوفها في أي بيت أو نشمها في أي حتة. ريحة بخور كئيبة تخليك تكح. قلت له إيه البخور ده؟ قال لي هو أنت فاكر البخور اللي أنت بتشمه في بيتكم هو نفس البخور اللي هم بيشموه؟ البخور ده الجرام منه فلوس كتير. قلت له طب وأنت لما هو بفلوس كتير كده ما قلتليش ليه، او حاولنا ان احنا ندفع فلوس البخور والكلام ده؟ قال لي ما هو مش انا اللي بجيبه، الناس بتجيبهولي. قلت له ماشي كمل. فضل يتكلم بلغه انا مش فاهمها، حاجات بيرددها وبطلاسم بكلام. لما سالته ايه اللي انت بتقوله ده، قال لي ما تتكلمش حتى نخلص. ولع شمعه، والتانيه والتالته والرابعه والخامسه والسادسه، لحد ما لقيته عمل شكل نجم على الارض وفضل قاعد جواها وفضل يتكلم. كل الكلام ده وانا قاعد بره النجمه اللي هو عاملها، ومرشوش حوالينا دايره من الملح. قال لي طول ما انت في الدايره دي انت في امان، خرجت منها يبقى ربنا يرحمك. اوعى تخرج مهما يحصل، مهما تسمع، مهما حد ينده عليك، مهما ما تخرجش. لو خرجت تبقى موت. اتفقنا؟ قلت له اتفقنا. كملنا. فضل يتكلم 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 لحد ما السكوت ده كله من الهمهمات اللي هو كان عاملها اتقطع بتليفون جاي له من البيت، يقولوا له فيه ان البيت بتاعه ولع، وان عياله ومراته كلهم في المستشفى. ساب كل حاجه وسابني جوه الدايره وطلع وقال لي ما تمشيش وما تتحركش. انا في عقل بالي قلت يعني هو حرق له بيته عشان يستفرد بيا لوحدي في المقابر؟ انا ما حسيتش بنفسي، لقيت نفسي دايخ وبقع على الارض. افتكرت ان انا ما ينفعش اطلع بره الدايره. فضلت قاعد على ركبي ومن كتر الصداع والدوخه اللي انا فيها ماسك راسي ومش قادر، لحد ما حسيت ان في حد بينده عليا. في صوت حد مش غريب عليا بينده، سامع يا سامع.
ايوه، انا فاكر الصوت ده. ايه ده؟ صوت امي، انا فاكره، ده بيرن في ودني. سامح يا سامح. ما بين ان انا عايز ابص واشوف مين اللي بينده عليا ده، وما بين ان انا كلام الشيخ خالد بيرن في ودني، وفي حاجه جوايا بتقول لي اوعى تخرج او تبص وراك او تخرج بره الدايره اللي معموله من الملح. والصوت عمال بيتكرر عمال بيتكرر عمال بيتكرر. مش قادر، دماغي كانت هتتفرتك لحد ما الشمع طفى. الدنيا كلها طفت معاها. اعلى حاجه في الدنيا نفسي، لحد ما لقيت الدايره اللي انا حواليها دي كلها بقت نار. لقيته قاعد في وشي. قال لي يا سامح بنفسه في مكاني وفي بيتي وجاي عشان ينقض العهد. يا سلام، انت فاكرها بالسهولة اللي انت فيها دي؟ جايبني شيخ عامل نفسه شيخ علشان يساعدك؟ تفتكر انا كده هخاف مثلا؟ انا كل ده فاكر ان دي اوهام في دماغي، وان عقلي هو اللي بيصور لي كده. قال لي لا انا مش اوهام، بصلي وانا بكلمك، ولا انت نسيتني؟ بصيت عليه ما لقيتوش هو الشخص اللي انا اعرفه، مش هو اللي عمل معايا العقد. لقيت شخص جسمه كبير، شعره كثيف، عينه حمراء، ملامحه مطموسه جوه وشه، ليه قرنين ملفوفين حوالين رقبته. ما تفهمش ايه ده، ايه الكائن ده. كنتش عارف اقرا ولا اي حاجه من القران ولا فاكر اي حاجه. كل اللي همي ان انا ما اطلعش بره الملح اللي انا فيه ده. قال لي انت نقضت العهد مرة واتنين وتلاتة، وجاي كمان عايزنا نتصالح والعقد يتنقض عادي كده؟ لا، مش كل طير اللي يتاكل لحمه يا سامح. سامح حبيبي، انت هتموت، وانا ابن عمك وانا الشيخ خالد هيقدر ينقذك من اللي انت فيه. لو انت فاكر ان هم هيقدروا فايه رايك؟ الشيخ خالد دلوقتي عمل حادثه. وفعلا صور لي قدام عيني ان الشيخ خالد عمل حادثه، وانا اللي ولعت له في بيته علشان يسيبك ويمشي. شفت بقى ان هو مش هيقدر؟ ابن عمك اللي قالك انا هطمن بيك العربية بتاعته ولعت، وهو دلوقتي قاعد ومخنوق في العربية. شفت انت اذيت كام واحد بسببك؟ قال لي اه صح. امك مش انا اللي موتها، هي انتحرت عشان هي ضعيفة. لما صورت لها ان ابنك تعبان منك وان هي خلاص بقت حمل كبير عليه فانتحرت. ازيدك من الشهر بيت، الراجل اللي انت قتلته ده مش بني ادم. ده كان اول اختبار لي، ولو كنت فعلا سقطت فيه كنت انت اللي هتبقى في المية مش هو، لان هو مش بني ادم، ده جن يا حبيبي، انت فاهم؟ مره واحده لقيت نفسي بولع الشمع اللي حواليه ده، ولقيت نفسي بردد نفس الكلام اللي كان الشيخ خالد بيقوله، وانا مش فاهم انا بقول كده ازاي، ولا ايه اللي بيخليني اقول كده، ولا ايه اللي بيحركني كده. حسيت ان في تواصل بيني وبين الشيخ خالد عن طريق الافكار. كل ما يبقى عايز يقول حاجه هو، انا اللي بقولها. كل ما يكون هو عايز يقول حاجه، انا اللي بقولها. انا مش عارف انا بقول كده ازاي، بس لقيته هو عمال بيصرخ وبيزعق بصوت عالي. وقف، وقف اللي انت بتعمله، وقف اللي انت بتعمله، وقف. لقيت نفسي قوة رياح فظيعة نقلتني بره الدايرة اللي انا كنت فيها. لقيت الشيخ خالد جاي من اول المقابر عمال بيزعق وبيقول لي ارجع، ارجع الدايرة تاني، ارجع الدايرة تاني بسرعة. ما حسيتش بنفسي، الدنيا بقت ضلمة ضلمة خالص. في ناس بيدعوا فوقيا. انا ليه متكتف كده؟ هو انا مت؟ ليه الناس دي بتبكي؟ مين الناس دول اللي بيقروا قرآن فوق؟ انا مت؟ انا مت؟ انا بقى كحكواتي بسمع الكلام ده من زمان، قلت له يا اسطى مت ازاي؟ ما انت قدامي اهو، يعني انت متش ولا حاجه. بص لي وقال لي ومين قالك؟ مين قالك ان انا سامع؟ مش ممكن اكون انا اللي هو عمال بيحكي لك عنه من اول القعده وان هو مات فعلا؟ ايه رايك؟ تموت زي صاحبك ولا تبقى قعدت كتير؟ انا بصيت كده وما كنتش عارف اعمل ايه، اللي هو ايه ده؟ ايه الهبل اللي بيحصل ده؟ ولسه هقوم واجري لقيت لك ان المكان كله اتبدل. انا كواحد شايف صاحبي اللي المفروض ان هو صاحبي اللي بيقول ان هو ميت، المكان اتغير. انا مش في القهوه، انا في المقابر. ولقيت ان في حد جاي من ورا بيقول لي اوعى تسمع له، اوعى تسمع له. ولقيت في حد ضرب سامح ده اللي هو المفروض سامح، واول لما ضرب وقع على الارض شكله اتغير تماما، بقى كائن تاني وحد تاني. لقيت الشيخ اللي ضربه ده بيقول له ما خلاص كفايه واحد، كفايه اذى، ومسك ميه ورشها عليه وجري اختفى. ما شفناهوش. ببص بقول له انت مين؟ قال لي انا الشيخ خالد.
انا اخر حد كنت موجود مع سامح الله يرحمه. خلي بالك يا ابني، مش كل اللي بتشوفه حقيقة، مش كل اللي بتشوفه ممكن يكون طبيعي. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من الناس اللي بيتفرجوا عليك، وقول لهم يعملوا لايك واشتراك، يوصل لهم كل جديد. سلام، سلام يا حكواتية.